ان هو عدى ال 95% من المشاركات في جميع البطولات اللي توج بيها مع الزمالك. ممكن يا كابتن يكون خد بطولات اكتر من ناس موجوده في مجلس الاداره. تمام. خلينا نبقى متفقين يا كابتن ان خروج لعيب زي عبد الله جمعه وهو راجل كابتن من كباتن نادي الزمالك بالشكل ده قبل قفل باب القيد ب 48 ساعه هو شيء مهين جدا. هو ما تبلغش كابتن. ما انا هسمع منك، انا هسمع منك دلوقتي لاول مره، انت بتقول لي حاجات انا لاول مره بسمعها، فاتفضل. كابتن ابراهيم في فرق كبير جدا لما اكلم حضرتك واقول لك ان انا النهارده عبد الله جمعه مش موجود معايا، وفي فرق كبير جدا لما انا اقدرك كلاعب ككابتن من كباتن نادي الزمالك وواحد اخلص وتوج ببطولات مع نادي الزمالك وعمره ما زعل حد منه في النادي، ويشهد له الناس جوه النادي ويشهد له جمهور نادي الزمالك برجولته واخلاصه. محدش يقدر ينكرها ومحدش يقدر ينكر الواقع يا كابتن ابراهيم، وحضرتك عارف الكلام ده. عارف. تمام. لما النهارده انا اشيله تمام وافسخ العقد من طرف واحد واطلع اتكلم واقول ان تم فسخ العقد بالتراضي ما بين نادي الزمالك وما بين عبد الله جمعه كابتن، وده ما حصلش، يبقى في حاجه غلط. ده ما حصلش اصلا يعني. ده ما حصلش. عبد الله جمعه لم يوقع على اي استماره او اي ورقه مع اي حد في مجلس اداره النادي الزمالك برئاسه الاستاذ حسين لبيب اطلاقا يا كابتن. امال ايه اللي حصل؟ يعني فجاه مره واحده كده خرج من القايمه. لا هو وما فيش وما اتعملش خرج من فسخ القايمه والناس سقطته من القايمه وقبل القيد يا كابتن ب 48 ساعه. يعني خد بالك يا كابتن 48 ساعه يعني انا فاهم الموقف انه يبقى صعب. والشتاء اصعب بكتير طبعا، لانه مش كل الناس بتبقى بتجيب في الشتاء. مش كل الناس عايزه، مش كل الناس، في ناس بتبقى مقفله القوائم بتاعتها، في ناس محتاجه باك ليفت. عايز تقول اتاخد على اخوانا. اتاخد على اخوانا يا كابتن، وهو ما يستاهلش كده. يعني فاهمنا يا كابتن، الراجل يعني ما قصرش مع نادي الزمالك. اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن. اتفضل. مين جدد لعبد الله في نادي الزمالك؟ مين؟ الاستاذ حسين لبيب في فتره تولي اللي هي كانت مؤقته لما تم تعيينه من كابتن حسين لبيب هو اللي كان جدد له. هو اللي جدد له. ماشي. تمام. ماشي. عبد الله جمعه حصل على شيكات من توقيع الاستاذ حسين لبيب. الراجل يا كابتن ابراهيم ما فكرش لثانيه ان هو يقول لي لا انا هرفع قضيه بالشيكات دي. عبد الله ما فكرش لثانيه. يعني عبد الله لا ثانيه واحده، عبد الله معاه شيكات قديمه تقصد؟ الاستاذ حسين لبيب اللي جدد له واداله شيكات مقدم تعاقد ما اتصرفتش لحد دلوقتي يا كابتن ابراهيم. ايه المفاجآت دي كلها لحد اللحظه دي؟ موجودين ما صرفهاش عبد الله حسين لبيب وما صرفهاش. طب ليه ما صرفهاش؟ وتم الضغط على عبد الله جمعه من قبل المحامي بتاعه ومن قبل ناس ثانيه والكلام ده كله الفتره الاخيره دي ان هو يقدم الشيكات وياخد عليها رفض من البنك ويبقى يتم عمل محضر والكلام ده كله. لكن في الاول والاخر هيبقى هو قراره هو كابتن. عقده يا كابتن اللي جدده مع الاستاذ حسين لبيب كاد يتخطى ال 25 مليون. ما حدش جه قال له تعالى يا عبد الله انت هتمشي وتعالى نقعد نشوف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، زي ما النادي الاسماعيلي المحترم عمل مع صالح جمعه كابتن. ونادي الزمالك برضه محترم، يعني ده لا ينفي عن نادي الزمالك ان هو محترم. خلينا نتكلم برضه عشان اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هل حد في مصر مش مبسوط لنادي الزمالك الفتره دي؟ طبعا كلنا. ليه؟ قوه نادي الزمالك بتغير شكل الدوري المصري وبتغير شكل المنتخب. صحيح. فلما نادي الزمالك يفتح القيد بعد القضيه دي كلها ويجيب لعيبه بالقيمه دي ويبقى المنظر ده والشكل يتغير بنسبه 100%. كنت عايزها يختموها بشكل احترافي وشكل يبقى فيه مع عبد الله جمعه تقدير واحترام ليه. يعني عبد الله اخرج من الباب اتفضل. لما مشيت من النادي الاهلي النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني، راجل شاكر، راجل يعني يمكن مفيش زيه في مصر في البوزيشن بتاعه. تمام. تعالى يا حبيبي احنا عايزين نساعدك 1 2 3، حط النقط على الحروف. تخرج انت كل يوم بتبقى بتصلي يا كابتن وتدعي ربنا للنادي اللي انت لعبت فيه ده وانت اتعاملت مع ناس بالاحترافيه دي. فاهمني يا كابتن؟ تخرج كل يوم تصلي وتدعي للناس اللي انت كنت بتشتغل معاهم للدرجه دي. بالظبط. لا 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 يعني ناس موضوع مختلف تماما يا كابتن. لكن يبقى لعيب. انا حاسك متضايق قوي لعبد الله. انا لو بكلم عبد الله بيتهيألي مش هيبقى متضايق كده زي ما انت متضايق. انت محروق على اخوك يعني. لا بص، عبد الله جمعه ما يستاهلش كده من نادي الزمالك. وتطلع انت كمجلس اداره يا كابتن النهارده تتكلم ليه؟ تقول عبد الله جمعه فسخ العقد بالتراضي.
هل انت مثلا بتوصل لجمهور نادي الزمالك ان انت ماشي بشكل كويس، وان انا النهارده رضيت اللعيبه حتى اللي مشيت، وده ما حصلش. فجيت على واحد من كباتن النادي، جيت على واحد من الشباب المخلصين اللي اخلصوا على مدار 7 سنوات يا كابتن. طيب خليني افترض معاك فرضيه، ممكن اتكلم معاك فيها؟ طبعا يا كابتن. نفترض حسن النوايا، هل في حلقه مثلا كانت مفقوده؟ هل حاولوا يتواصلوا مع عبد الله، مع وكيل عبد الله، ما عرفوش يوصلوا له؟ هل في اي حاجه من الامور اللي فيها لبس احنا حاولنا نتوصل له، احنا حاولنا نتكلم معاه، عبد الله كان قافل مننا، عبد الله كان زعلان الفتره الاخيره، في اي حاجه من الاعذار اللي ممكن يحصل نوع من انواع الالتماس؟ انا اتكلمت قبل القيد يا كابتن مع كابتن احمد سليمان، راجل محترم جدا. قلت له كابتن احمد، موقف عبد الله جمعه ايه؟ ده انت دخلت مباشر؟ ده مباشر مع كابتن احمد سليمان، وكابتن احمد سليمان موجود يا كابتن. ماشي. كابتن احمد سليمان، عبد الله موقفه ايه؟ احنا عايزين نعرف موقف عبد الله علشان يبقى عندنا كابتن وقت نقدر نتحرك لمستقبل الولد. قال لي بص يا صالح، عبد الله لو ما جالهوش حاجه عبد الله مكمل معانا. قلت له تمام يا كابتن. قال لي قال لي وعبد الله لو حابب يمشي انا ممكن اديله مستحقاته بتاعت السنه اللي فاتت. قلت له طب والسنه دي؟ ما انت خد بالك يا كابتن ابراهيم، لحد يناير عدى من الموسم 6 شهور. ايوه فاهم. تمام. فقلت له طب والسنه دي؟ قال لي انا السنه دي ما اديتش فلوس لحد من اللعيبه. انا لسه يا صالح بخلص الفلوس السنه اللي فاتت. قلت له طب تمام يا كابتن. طب يا كابتن وبعدين؟ قال لي لو عبد الله ما فيش حاجه وما مشيش، قاعد عبد الله كده كده قاعد ومكمل معانا. دي المكالمه يا كابتن اللي تمت ما بيني وبين كابتن احمد سليمان. انت حاسس ان هو اخذ مقص؟ لا، هو ده اللي حصل معاك. هو عبد الله، خد بالك يا كابتن، عبد الله نفسيته زي ما انت بتتكلم كده، زي ما انا حاسس كده نفسيته زعلان جدا يا زعلان يعني. عبد الله جمعه حزين من جواه ان بعد 7 سنين يحصل معاه كده من نادي الزمالك. وبيكلموا المحامي، طبعا المحامي بتاعه التونسي المعروف، يعني حضرتك تبقى عارفه، مين؟ بن ميم. انيس بن ميم؟ لا ده محامي عقر ده. تمام. محامي عقر. مش ما احنا مش عايزين، ما احنا يعني معلش، ممكن تخلينا اتكلم، وان كان انا ملياش الصلاحيه ان انا افرض عليكم حاجه، لا انت كابتن صالح ولا كابتن عبد الله، بس طبعا. ان كان بالامكان حل الامور بشكل فيها تراضي ويكون ده سوء تفاهم، ارجوك ده يحصل بعيد عن شكوى نادي الزمالك وبعيد عن الامور دي. احنا ما صدقنا الامور مشيت كويس بالنسبه لنادي